هاي حبايب قلبي دول عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. طبعا انا المره دي مش طالعه ولا بروتين ولا باي حاجه. انا النهارده طالعه كده اتكلم معاكم شويه. طبعا زي ما انتم شايفين. الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. طبعا زي ما انتم شايفين ايزي كده الشباك وقع عليها، فالحمد لله يعني انها جت على قد كده. اتخيطت يعني وكده، خدنا 8 غرز كده بس الحمد لله يعني. الحمد لله على كل شيء يعني وكده. فطبعا ما كنتش قادرة اعمل روتين ولا قادرة اعمل اي حاجة. بس برضو قلت كده اطلع معاكم عشان انتوا وحشتوني كتير. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يدعيلي ان ربنا يا رب يشفيني ويشفي كل مريض يا رب اللهم امين، ويشفي ابني يا رب، يشفي كل مريض يا رب اللهم امين، ويشفي امة محمد اجمعين. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده ولا بعمل روتين ولا حاجه، بس كان في قصه معايا كنت حابه ان انا احكيها معاكم وكده. قصه واحده جايه بتقولي يا دولي انا كنت بحب واحد واحنا كنا في الجامعه واصحاب وكده. فقعدنا يعني يعتبر قضينا سنتين جامعة مع بعض وكده، فتعرفنا ببعض، هو حبني وانا حبيته وكده، وكنا بنحب بعض جدا جدا جدا. وجي هو في مرة جه قال لي انا هتقدم لك وكده. انا مرتاح لك وعايز يعني يبقى في ارتباط بينا رسمي وكده. فانا فرحت جدا طبعا عشان انا يعتبر يعني بحبه وكده. يعني فرحت ان هو قال لي هتقدم لك. المهم جيت قدم لي. طبعا كنا متفقين على سنتين خطوبة وكده. وبعدها الجواز يعني. فالمهم قضينا اول سنة خطوبة، بجد كان من اجمل سنة في عمري كله يعتبر. وبعد كده جه طبعا تاني سنة خلاص بقى، كنا خلاص قربنا يعني على الدخلة وكده. فطبعا بقى انتوا عارفين المشاكل اللي هي العادية وكده، ان هي اختلافات عن العفش، اختلافات عن الشقة. كان معظم مشاكلنا عشان كده يعني. بس فطبعا فضلنا نتخالف شوية ونرجع لبعض وكده، فعادي يعني كنت واخداه ان هي امور عادية. بس الحمد لله يعني عدت على خير وتم الجواز، وجي ميعاد الجواز واتجوزنا وكده. جه بعديها بعد انا ما اتجوزت ويا دوب خلاص دخلنا وكده. تاني يوم اللي هو يعتبر كان يوم الصباحية، لقيت مامته بترن عليه بتقوله تعالى انا عايزاك. راح قال لها حاضر ماشي. المهم خد بعضه ونزل عندها. بعديها ما فيش نص ساعة لقيت مامته بترن عليا وبتقولي انزلي لي انا عايزاكي. الكلام ده كان يوم صباحيتي الصبح كده. فقلت لها خلاص ماشي. المهم فعلا نزلت لها وكده، لقيتها بتقول لي معلش في طبقين جوه عندي في الحوض، لو سمحتي ممكن تغسليهم لي عشان انا تعبانه مش قادره. المهم انا استغربت طبعا، فقلت لها حاضر ماشي طبعا يا ماما من غير ما تقولي حاضر. المهم فعلا دخلت رحت غسلاهم وكده، بس بيني وبين نفسي عماله اقول طب يعني انا عروسه وفي صباحيتي وبتندهلي ان انا انزل اغسل لها طبقين وجوزي ما اتكلمش، مع ان هي عندها بنتين لسه ما اتجوزوش يعني وكده فقاعدين معاها. فليه يعني هي ما خليتش حد من بناتها يغسلوا؟ المهم ده الكلام ده كان بيني وبين نفسي. المهم خلصت المواعين وخلصت. المهم لقيتها بعديها بتقولي معلش بقى انا جايبه الخضار من السوق، معلش ممكن توضبي وتعملي لي الاكل. فبرضو انا قلت لها حاضر ماشي، بس هطلع بس عشان ماما متصله بيا والمفروض ان هي جايه عشان تصبح عليا وكده وتجيب لي حاجه الصباحيه. المهم راحت قالت لي لا خلصي الاكل على طول وباطلعي. المهم قلت لها حاضر يا ماما ما عنديش مشكله. المهم فعلا وقفت وحضرت الاكل وكده، فكان خلاص الاكل كان قرب يخلص. ببص لقيت مامتي يعني رنت عليا وقالت لي احنا جايين وكده، على اساس هي مفكراني ان انا فوق في شقتي وكده. فبس فطلعت وبعد كده بقول له جوزي طب هو ليه مامتك عملت كده، هي عارفه النهارده صباحيتي وكده. راح قال لي فيها ايه يعني، ما كانش طبقين غسلتيهم وما كانش لقمه عملتيها. رحت قلت له لا انا مش عندي مشكله ولا حاجه، بس انا يعني شايفه ان دي يوم صباحيتي المفروض ان انا ما انزلش من البيت عشان اهلي بيجوا لي وكده، وبالعكس ده المفروض مامتك هي اللي كانت تطلع لي زياره. المهم قال لي خلاص بقى انت من اولها هتعملي قصص وحوارات. قلت له لا مش قصص وحوارات ابدا عادي خلاص مفيش مشكله. المهم عديت الموضوع وبلعته وكده وقلت خلاص بقى اللي حصل حصل واللي كان كان.
المهم ماما جت وقضت معايا اليوم عادي كده، قعدت معايا بتاع ساعه وخدت بعضها ونزلت وكده. لقيت تاني يوم برضو لقيتها بتتصل بيا تقولي تعالي عايزاكي برضو انزل، تقولي روقي اعملي. المهم قضيت اسبوع الجواز كله افتح عيني انزل لها واقعد معاها وبعد كده ابقى اطلع. لو حد جالي طبعا بيعرفني ان هو جاي او صحابه بيرنوا عليه يعرفوه، نروح طالعين، الناس تمشي ننزل تاني. المهم كانت حياتي كده. المهم خدتني يعني في مشمها يعني من اولها كده. المهم سكت وما اتكلمتش ولا اي حاجه، خدت بعضي ورحت وطلعت يعني شقتي كده في مره. فبقول له هي مامتك مش شايفه ان احنا لسه عرسان وكده، هي ليه واخداني كده؟ قعد يزعق معايا ويقول انت كل حاجه امك امك، احنا من اولها بقى تقعدي تقولوا امك امك، ما في ايه يا ستي عديها، امي ست كبيره واستحمليها ومش استحمليها. قلت له خلاص مش هستحملها وما عنديش مشكله. المهم عدى عليا شهر والتاني كنت انا بقيت حامل. قضيت سنة على طول بقى في مشاكل مع حماتي، اعملي لي واطلعي وانزلي وروحي وهاتي. المهم قلت خلاص مش مشكلة طالما هو كويس معايا، انا ايه هستحمل حماتي وكده. المهم بالفعل خلاص ببص لقيت بقى بعد ما ولدت وكده، حسيت ان جوزي بدأ يتغير معايا، بدأ يعاملني وحش. مش هو ده خطيبي اللي انا كنت بحبه ولا حبيبي اللي انا كنت موافقه، اللي كنت فرحانه لما جيت اقدم لي. عماله اقول له طب هو انت متغير معايا ليه؟ يقول لي مش كل شويه تقعدي تنكدي، مش كل شويه تقعدي تندبي. رحت انا قعدت اقول له طب انت ليه واخد كلامي ندبي؟ يعني انا عايزه اعرف منك انت ليه اتغيرت معايا. المهم كان يقعد يزعق، كان يقعد يشتم، كان يقعد يعمل يضربني يهني. اغضب وارجع. وبيني وبينكم كنت انا اللي برجع من نفسي وما كانش بيجي ياخدني، لان انا بابايا متوفي ومامتي برضو ان ظروفها على قدها وكده. فكنت بقول يعني مش مهم ارجع بقى بيتي وخلاص. المهم بتاع مرتين اغضب وانا اللي ارجع، هو ما كانش بيفكر ان هو يجي يجيبني خالص. بس فجه في مره لقيته بقى اتخانق معايا خناقه كبيره وقال لي انا عايزه اقول لك على حاجه. قلت له اتفضل قول. قال لي بصي يا ستي انا بحبه وهتجوز. فانا فكرته بيهزر معايا او بيضايقني وكده، فقلت له لا والله. طب وايه يعني ما تتجوز يا عم. راح قال لي على فكره انا بتكلم بجد، انا فعلا هتجوز. انا خدت صدمه وما بقيتش عارفه ارد اقول له ايه. بقول له تتجوز؟ امال انا ايه؟ انا بعمل ايه؟ قال لي لا اصل انا واخدك، اصل انا متجوزك انت عشان تخدمي امي واخواتي، لكن انا بقى هتجوز واحده كده عشان احبها وتحبيني ونعيش مع بعض قصه حب. قلت له امال الحب اللي كان بينا ده ايه؟ راح قال لي بقى خلاص انا هنتكلم في الموضوع ده، انا همشي ان انا عرفتك وخلاص. طبعا بقيت اعيط وانهارت من العياط. نزلت قلت لمامته، مامته قالت له فيها ايه يا حبيبتي، ما الشرع كده كده محلله 4. المهم قلت لها ان انتي موافقه ان هو يتجوز عليا؟ قالت لي اه ايه المشكله يعني، واديكي انتي قاعده هنا في وسطينا، واديكي بتخدمينا، واديكي قاعده وبتربي ابنك. المهم حسيت ان الكلام ده سكاكين وبتقطع جوايا. انهارت طبعا من العياط. رحت لامي وقلت لها يا ماما الامر حصل كذا كذا. قالت لي معلش يا بنتي ارضي امر واقع، ولو هيتجوز في دي يتجوز، ولو مش هيتجوز يمكن كلام بيقولوا كده وخلاص. قلت لها انتي ده رايك يا ماما؟ قالت لي اه. المهم رديت بالامر الواقع، قلت عشان اربي ابني هروح بيه فين؟ طبعا جيت انا قلت خلاص ماشي وسكت ورضيت بحالي وكده. فجأة عدى يوم والتاني وكده، طبعا شايفاه متغير معايا وشايفاه ما بيتكلمش معايا بطبيعته. فلقيته في مرة جه بيقول لي انا عايزه اقولك على حاجه. قلت له اتفضل قول. قال لي العروسه اللي انا هتجوزها طالبه مني طلب وفي شرط. قلت له شرط؟ شرط ايه وطلب ايه اللي هي طالبه منك؟ قال لي طالبه مني ان مهرها يكون طلائق. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي زي ما انت ما سمعتي، هي طالبه كده، طالبه يكون مهرها طلائق. قلت له طب وانت رايك ايه؟ راح قال لي طبعا وانا عمري ما هرفض لها طلب. قلت له يعني انت هتطلقني؟ راح قال لي اه طبعا، وانا ايه انت هعمل بيكي ايه بقى؟ وبعدين انا مسافر. قلت له مسافر؟ مسافر رايح فين؟ قال لي انا مسافر السعوديه. قلت له هتطلقني وتسافر؟ قال لي اه. المهم بالفعل راح مطلقني وكده. طبعا فترة ما هو كان بيحضر ان هو يطلقني وكده، انا جي ابني تعب كبير وكان محتاج ان هو يعمل عملية كبيرة وكده. فاتصلت بيه وقلت له طبعا الفترة دي كنت عند مامتي وكده، قبل ما هو يفكر ان هو يطلق وكده وينفذ الطلاق.
قلت له على فكره ابنك محتاج عمليه ومحتاج عمليه كبيره وكده، وانا مش قد التكلفه بتاعتها، فابعت لي فلوس عشان اقدر ان انا اعمل له العمليه. رد بكل بجاحه يقول لي لا يا انا ماليش دعوه، والله ده ابنك كنتي تشيليه، وانسي بقى ان انا ابعت لك مصاريف ليه، وانسي الكلام ده كله، انا خلاص ان انا طلقتك وانتي تشيلي ابنك، انا ماليش دعوه ومش مسؤول عنه. طبعا كلامه برضو صدمني. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده، هو ابن انا لوحدي، ما هو ابنك انت كمان، ولا انت هتنسى وكده؟ راح قال لي لا بقول لك ايه، انا مسافر بكره ومش فاضي للكلام ده. راح قافل تليفونه وبالفعل سافر، وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، وابني محتاج العمليه وانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي يا دولي، وحياتي اتدمرت، ولا عارفه اخد منه نفقه، ولا عارفه اخد منه فلوس، ولا عارفه اخد منه اي حاجه، وسابني وسافر بعد ما طلقني، وانا اللي شلت ابني وشايله مسؤوليته، وابني تعبان ومحتاج عمليه ومش عارفه اعمل ايه. بجد بجد انا اتظلمت معاه واتظلمت في الجوازه ديت، وبعد صبري ده كله خلاص يعني يعتبر هو يعني خدني لحم ورماني عظم وبهدلني، وغير الضرب والاهانات اللي انا شفتها، وده كان جزاتي يعني ان انا استحملت وعشت معاه ورضيت بنصيبي. فانا بجد انا مش عارفه اعمل ايه، ودمر حياتي ودمرني نفسيا، انا بجد مصدومه مش عارفه اعمل ايه. طبعا كان ردي عليها قلت لها بصي يا بنتي، انتي اصيله وعملتي باصلك لاخر حاجه، وبالعكس انتي يعني حتى اي ست كانت ممكن ترفض ان جوزها يتجوز عليها، بالعكس انتي قبلتي بالموضوع وقلتي هقبل واعيش عشان خاطر ابني، عملتي اللي عليكي. لكن هو للاسف طلع راجل مش كويس، طلع ندل، وهو اللي اثر معاكي. طبعا عوضك عند ربنا، اكيد ربنا عمره ما هينساكي، واكيد ربنا ما بينساش حد. فانتي فوتي امرك لربنا، وان شاء الله ربنا اكيد هينتقم لك منه وهيجيب لك حقك تالت ومتلت، لان ربنا كبير وربنا ما بينساش حد ابدا. فطبعا انتي قولي يا رب، وان شاء الله ربنا هيقف جنبك، وان شاء الله خير، وان شاء الله يعني ربنا كريم. طبعا بقى رأيي انا في كل راجل ظالم زي الراجل دوت اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هي وليا، وانت مسير اخواتك دول هيتجوزوا، ومسير جوازاتهم هيعملوا فيهم نفس اللي انت عملته في بنت الناس، لان دي بنت ناس وانت خدتها من بيت اهلها واقنعتها انك انت حبيتها، وفي الاخر جاي تشغلها خدامه، ولما هي رضيت انها تبقى خدامه لامك واخواتك تروح انت تقول انا هتجوز عليك، ووافقت برضو، رغم ان دي كانت اكتر حاجه توجع الست، وافقت انك تتجوز، وبعد برضو ما وافقت انك انت تتجوز تروح تقول لها اصل مهر الجديد ده طلاقك. قله الاصل اللي انت فيها دي ليه؟ ليه كده؟ ده ربنا ما قالش كده، ده ربنا قال لو انت عايز تتجوز اعدله، يعني هو ربنا قال اعدله، وترمي لحمك. طب سيبك منها، هي بتقولك ابنك تعبان يا مؤمن، بتقولك ابنك تعبان ومحتاج عمليه، يعني انت متخيل؟ ده المفروض يعني ده لو حد غريب وشاف حد في ضيقه او في ازمه او كده بيقف جنبه، مش حال ده ابنك. وارجع واقولك انت ما تزعليش، يعني انت ربنا نقذك منه، اذا كان هو لحمه ومش باقي عليه هيبقى عليك انت. فانت استعوضي ربنا وقولي ان شاء الله ربنا هيكون يعني ربنا هيرد لك الخير باذن الله، وربنا هيقف جنبك، وان شاء الله خير. طبعا لو في اي افاده منكم، او مثلا في اي كومنت يساعدها في مشكلتها ديت انها تعمل ايه، ولا تشوف تشوف حل لمشكلتها او كده، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي له الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسوش تدعي لياسين ابني بالشفاء، يا رب يشفيه ويشفي كل مريض، وما تنسوش تدعوا لي ان ربنا يشفيني يا رب يشفي كل مريض، عشان بجد الماني جدا ايدي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا انتظروني بقى الفيديو الجاي، وبس ان شاء الله اكون خفيت وعملت هعمل معاكم روتين. يلا عايزين اي حاجه؟ باي.